أهلا يا أصدقائي، أنا تايفون. يا جماعة أبعث لكم جميعا تحية كبيرة مليانة احترام ومحبة في يوم جديد. النهاردة هنروح نصور فيديو الغابة اللي كنتوا بتسألوا عنه. زي ما انتوا عارفين كنا بندور في الغابة ورا الذئاب وبنتقاوى والخنازير، ولقينا آثار كتير ليهم. شفنا جثث الحيوانات اللي الذئاب مزقوها وآثارهم وروسهم والأماكن اللي كسروها وبهدلوها. لقينا آثار كتير، وفي الآخر ركبنا كاميرا فخ ونصبنا فخ للذئاب. أنا متابع الموضوع بقالي كام يوم. هل هنلاقي اي اثر؟ هل هنلاقي حاجه؟ عشان كده فعلا بقالنا كام يوم بنحاول. تمام يا هيكتور بابا، اهدى شويه. واخيرا قدرنا نصور المشهد بكاميراتنا. امبارح صورناه ولسه النهارده ما رحتش اشوف. امبارح حتى مش بكاميرا الفخ، انا رحت بنفسي بالعربيه هناك وصورت بالموبايل، وهوريكم الفيديو كمان شويه. هناك لقيت ذئب. نشوف بقى هل اتضافت صور جديده لكاميرا الفخ بتاعتنا. النهارده هنعرف ولا يظهر لنا ولا لا. بس من شويه نزل مطر حلو وكان في ضباب خفيف في الجو. عارفين الحيوانات دي، الحيوانات البرية بتحب الأجواء دي، وفرصة إننا نشوفهم كبيرة. عشان كده النهاردة هحقق لكم أمنيتكم، وهودي ابني اللي بتحبوه، أسد إيطاليا، فحل إيطاليا، ابن العملاق، ابن الفحل، هيكتور بابا للغابة. هيكتور بابا من دلوقتي صياد ذئاب، صياد دببة، صياد أسود. ابني سيبك من الذئب، حتى لو ظهر قدامه دب بني انا واثق في ثقته بنفسه، هيعمل اللي لازم. دلوقتي يلا بينا ناخد هيكتور بابا على مهله. اسيا اخدك معايا ولا ايه؟ بص على اسيا كمان، لو اخدت هيكتور واسيا هناك والله ما هيسيبوا لا ذئب ولا ابن قاوة ولا اسد، دول اسودي انا. ما شاء الله عليكم. طلبي منكم يا جماعة عشانكو، بص بعمل فيديوهات خطيرة زي دي. يا رب يا هيكتور كنت هتكسر صباعي. يا ابني بالراحة بالراحة يا باشا، انا بعمل فيديوهات خطيرة زي دي عشانكو، وانتوا كمان ما تزعلونيش بالله عليكم، الموضوع مش صعب. لو دعمتوني وعملتوا لايك للفيديو ده وعملتوا تعليق وكمان اشتركتوا في القناة هكون مبسوط جدا يا صحابي. بالراحة يا ابني بالراحة، النهاردة ما عندناش كلب ذكر بره. أليكس اهدى، أنا قفلت على ديدا وقفلت على بوسات كمان. آخر مرة امبارح كنا عايزين نطلع هيكتور بره وما قدرناش. قلت لنفسي طب على الأقل النهاردة آخد هيكتور ونروح بيه على الغابة على طول. يا جماعة هيكتور يا جماعة بيشد جامد قوي. خلاص يا شباب اهداوة. الكلاب التانية اللي شافت هيكتور اتجننت يا باشا. تعالى يا باشا. والله انا فضولي جدا النهارده، يا ترى لقينا لقطات جديده؟ ايه اخبار اللحمه بتاعتنا؟ اكلوها ولا لا؟ ان شاء الله نكون لقينا اثر كويس يا باشا. صور الاسد ده خلي البلد تشوف اسد. ما شاء الله على ابني الفحل الايطالي، ايطالي اسدي انا. دلوقتي انا هحمل هيكتور في العربيه وهنكمل من المكان اللي وقفنا فيه في الغابه. يا جماعه يا جماعه احنا وصلنا الغابه دلوقتي، وخدت هيكتور بابا معايا، ايزابيل كمان في العربيه. كنت بفكر اسيبها تنزل برضو، يمكن يتخانقوا، مش مضمون. ورينا كده حوالينا. دلوقتي الجو بارد ومنعش والجو تحفة. هنبتدي دلوقتي نستكشف المنطقة واحدة واحدة. يلا نشوف منطقة كويسة كده ونشوف فيه رعاة غنم ولا لأ، عشان هيكتور بابا لو سيبناه كده هيبقى فيه مشكلة. عشان كده لازم نركز ونراقب حوالينا كويس. وبرضه بطلب منكم تتفرجوا على الفيديو من غير ما تفوتوا حاجة، ما تسيبوش حاجه تفوتكم. ولو في حاجه انا ما خدتش بالي منها وانتوا لاحظتوها اكتبوها في التعليقات، علشان على الاقل نتصرف على اساس كده. هو مين؟ تعالى يا ابني بالراحه بالراحه يا ابني. اهلا يا اخويا اتفضل. بجد؟ تسلم اتفضل. تعالى انا كويس، وانت عامل ايه؟ مش هيعمل حاجة صح؟ لا لا تعالى، ممكن تطبطب عليه. تعالى استنى يا هيكتور تعالى. تسلم يا اخويا احنا كمان. كنت عملت آخر حاجة دي يعني؟ يعني انت عارف دلوقتي اخر حاجه ركبنا كاميرا فخر في الغابه، ولسه بنبحث من كام يوم وانا معدي من هنا بالكاميرا بتاعتي. غير الكاميرا الفخ قدرت اصور مشهد. بص بص، استخبى ورا الشجر. طفي العربيه شويه. كان بيتجول هنا بالظبط. احنا كمان عندنا مزرعة قدام يا أخي. ايوه مزرعة تربية المواشي. كان عندي كلب رأي هناك برضه.
ايوه. وبعدين شفنا من الكاميرات ان الكلب كان ضعيف، وبعد كده قعدنا نبص ونتفرج عليه كتير من الكاميرات وكده. تمام. وبعدين جه ذئب زي كده وخنقه ولا حاجة، وبعد كده اخده ومشي بيه. الله الله، فين بالظبط مكانكم؟ هناك على طول قدامنا يا باشا. يعني قريب من هنا. طب في عندكم الذئاب هناك؟ والله يا باشا كده باين في الكاميرات يعني. سبحان الله. هو جه لوحده ولا في كمان 3 4 كده؟ والله دلوقتي انت عارف الديابه بيبعتوا واحد قدام الاول اللي هو الضعيف. كان في 3 على ما اظن يعني. كان مربوط اصلا، الكلب كان مربوط بسلسله وكمان كان صغير شويه. يا ساتر، اكلوا الكلب يعني وبعدين ما لقيتوش؟ ما لقيناهوش، ازاي هنلاقيه؟ والله الف سلامة عليك يا اخويا. تسلم يا كبير. يعني كده موضوع الذئب بيتحدد هنا صح؟ والله على الاغلب يا كبير. يبقى لازم نكون حذرين شويه. بالظبط. بتوعك. والله انا خلاص حبست الكلاب، يعني قاعدين جوه القفص دلوقتي. عشان الواحد مش ضامن ايه اللي ممكن يحصل. عندكم هناك المكان ارض مفتوحه كده ولا غابه؟ لا هناك غابة، بس عند مزرعتنا المكان أرض مفتوحة. تمام. يعني الجوانب كلها غابه. ايوه هناك كمان في غابه. بالظبط. يعني كده هم واخدين منطقتكم مسكن ليهم صح؟ بالظبط يا اخي. يعني بجد يا جماعه شوفوا اخونا هنا حصل معاه موقف. يبقى فعلا لازم نكون حذرين جدا، لان موضوع الذئب ده مش هزار. فعلا يا اخي والله مش هزار. دول مش بس ياكلوا كلب، دول ممكن ياكلونا احنا كمان. والله ياكلوني يا اخي. جد؟ لان الذئاب دلوقتي بيمشوا في مجموعات. يعني عايزك تفهم قد ايه المنطقه اللي وصلنا لها دي خطيره وصعبه. ان شاء الله يطلع قدامنا ولا لا مش قادر اقول حاجه. والله يا رب ما يطلعوش يا باشا. مش هيطلعوا صح؟ يا رب ما يطلعوش. عشان هيكتور لوحده. طبعا انا جاي النهارده مستعد شويه، عايزين نامن الكلب ونامن نفسنا كمان، عشان النهارده الجو مغيم شويه زي ما انت شايف، وده بالظبط الجو اللي الحيوانات دي بتحبه يا اخي، فاهمني؟ بالظبط يا باشا. عشان كده ربنا يوفقنا في اللي جاي. دلوقتي يا جماعه سمعت اخويا، من دلوقتي لازم نكون اكثر حرص. يلا بينا نبتدي نفتش الغابه تاني واحده واحده. انا كمان نفسي اشوف كاميرا المراقبه البريه صورت ايه ولقطت ايه. يلا نشوفهم. اخويا شكرا على تنبيهك. انا دلوقتي هستأذنك وهبدأ ادخل الغابه واحده واحده. تمام؟ خلي بالك من نفسك وربنا يحفظك. شكرا ليك. تعالى المزرعه يوم نشرب شاي مع بعض، انا مستنيك. ماشي؟ تمام يا اخي. خلي بالك من نفسك، اشوفك بعدين. اشوفك يا اخي. استنى لا وقف يا ابني استنى. دلوقتي يا اصحابي كنت هسيب هيكتور بابا، بس معدي جرار هجم على الجرار، عشان كده مش هفكه هنا دلوقتي. تعالوا ندخل شوية جوه الغابة، ماشي؟ نبتدي نستكشف واحدة واحدة. بلت في صوت كلب جاي، طلعت ايزابيل، خوفتني الشقية دي. دلوقتي يا هيكتور لو قابلنا كلب او قطة او ابن قاوة او ثعلب او ديب مش هيرحمهم. انتوا عارفين طبعه، ده كلب شرس جدا. اسيبه يروح يدور دلوقتي؟ باين عليه عايز يشم ريحه. استنى يا هيكتور، يلا نسيبه يا باشا. ربنا يوفقنا في المهمه دي. تعالى عايز اتبعه الاول. هنكمل ورا الاثار اللي هيكتور شمها الاول. بص نزل مناخيره. على فكره ابن هوا اللي صورته بكاميرتي كان ماشي في الاتجاه ده. بص هو رايح في نفس الاتجاه اللي كان فيه. تعالى يا ابني، تعالى يا ابني، تعالى يا ابني. هيكتور بابا تعالى. هيكتور تعالى يا باشا. هو ممكن يكون شم ريحة ايزابيل ورايح هناك. استنى شوية نكمل جوه الغابة، يمكن يجي ورانا. يا باشا هيكتور مشي لوحده خلاص صح؟ هيكتور تعالى. هيكتور تعالى. دلوقتي عشان الدنيا بتمطر آثار الأقدام على الأرض واضحة جدا. تمام؟ عشان كده فرصتنا في تحديد الآثار أعلى بكتير. هنراقب المكان كويس جدا. إن هيكتور يسيبنا ويمشي دي مش حاجة كويسة خالص. كان لازم هيكتور يجي معانا يا باشا. استنى هو فين؟ لازم ناخده معانا يعني. هيكتور تعالى. يا عم هيكتور هيصطادنا ولا ايه؟ هو مجنون ولا ايه؟ الولد ده راح فين؟ هيكتور تعالى يا ابني، يمكن لقى حاجة وراح وراها، حتى مش عند العربية. يا ساتر هيكتور. مفيش صوت كمان. يا ابني هو راح فين ده؟ يمكن لقى حاجة. بص بعينك كده. تحت. هيكتور تعالى، هيكتور تعالى يا ابني، تعالى يا ابني، تعالى يا ابني. يا عم هيكتور مشي وسابنا، يا ريتنا ما سبناه. اننا نسيبه كده عرضنا نفسنا لخطر كبير. تعالى يا هيكتور.
يا جماعة بقالي ربع ساعة بدور على هيكتور. رحت لآخر الغابة، مش قادر أوصف لكم قد إيه عرقت، الجو رطب جدا عشان المطر. هيكتور بابا مختلف جدا عن باقي الكلاب على فكرة، بس عشان تبقوا عارفين. تعالوا يا جماعة يلا نجرب نروح كده. لا ريحة دماغه دايما في الأرض زي كلاب الصيد ودايما ماشي وراها، بس عشان تبقوا عارفين فاهمين؟ احتمال كبير هيكتور يلاقيه يا جماعة، لأنه دماغه دايما في الأرض ومش بيرفعها خالص، دايما بيشم ريحة. بس في حاجة أنا خايف منها، في أصوات كلاب جاي من بعيد، أصوات مجموعة كلاب. بص شفت هيكتور شم الريحة وماشي وراها يا باشا. لو دخل وسط مجموعة الكلاب هيخش يتخانق معاهم، وده هيعمل لنا مشكلة. يعني هو بيشم ريحة كلب ولا إيه؟ ريحة حيوان بري ولا ايه؟ مش عارف دلوقتي. بص دخلنا في مسالك، الطرق اللي شايفها دي بتستخدمها الحيوانات البرية، دي الطرق اللي بيمشوا فيها دايما. هيكتور كمان بيكمل في المسالك وهو ملزق راسه، بياخد ريحة من الأماكن دي، عشان كده احتمال كبير جدا إنه يطلع لنا بحاجة ويمسكها، احتمال كبير جدا يا باشا. هيكتور بسببك نسيت المكان اللي حطيت فيه كاميرا مراقبة الحيوانات. تعالوا يا جماعة. ايه ده؟ هناك يا جدعان. يا ساتر يا رب. ايه ده؟ في هنا طبق حديد ولا ايه؟ او في طبق كده تحت الشجرة زي ما انتوا شايفين. ليه الحاجات دي هنا يا ترى؟ المكان ده شبه المكان اللي جينا فيه قبل كده؟ ايوه شبهه يا باشا. فاكر لما اسيا دخلت تحت الشجيرات هناك؟ هيكتور طول الوقت بيبص الناحية التانية. هيكتور تعالى يا باشا، تعالى يا باشا يا اسد. هيكتور جامد جدا يا جماعة ما شاء الله. استنى. هو بيتتبع الازهر بشكل جامد جدا، انا متاكد من ده زي ما انا متاكد من اسمي. لازم باي طريقه ندخل هيكتور مع شله الليل بتاعتنا. دلوقتي هعدي بسرعه للناحيه التانيه. دلوقتي وصلنا للاتجاه اللي فيه كاميرا المراقبه للحيوانات يا جماعه. تعالوا نكمل ونشوف ايه اللي حصل، لازم نعرف كل حاجه. مش هسيب هيكتور بابا دلوقتي. احنا واقفين عند مفترق الطرق، خلينا نبتعد شويه هنا وبعد كده هسيبه يا باشا. تعالى يا هيكتور، هو بيجري لوحده وده بيحطني في مشكله. يعني مثلا لو اتعرضنا لهجوم من حيوان بري، لو هيكتور مشي قدامنا هنتعرض لمشكله، فاهمين قصدي؟ الموضوع ده هيحطنا في ورطه كبيره. استنى يا ابني، استنى شويه يا اسد، استنى. يا عم هيكتور بابا عنده حاسة شم عاملة ازاي كده؟ ما شاء الله على ابني يعني. دلوقتي تعالوا يا جماعة، الكرتونة هنا اللي سيبنا فيها الأكل أهو. والله العظيم مفيش حتى عظمة واحدة بقى يا باشا. بص دلوقتي المكان هنا نضيف خالص، كل اللي حطيناه أكلوه كله يا باشا. بص مفيش حتى عظمة واحدة باقية. أنا حطيت هنا حوالي 15 كيلو فراخ زي ما أنت عارف، ودلوقتي مفيش ولا واحدة، كله اتاكل. وده تقريبا النهارده تالت او رابع يوم من ساعة ما سيبنا كاميرا التتبع، مش فاكر بالظبط بس المفروض يكون تالت او رابع يوم يا باشا. دلوقتي يا هيكتور بابا هسيبك شوية، أنا متشوق أشوف صور الكاميرا يا جماعة. خلي هيكتور يلف شوية يمكن يلاقي حاجة. نشوف يا باشا أنا صورنا إيه، والله العظيم أنا متشوق جدا. أول حاجة هفك دي من هنا، بس الفخ اللي عملناه ده فعلا طلع جامد، بجد كان كويس قوي. انا قلت لكم يا جماعه دول بياكلوا الجيف مش اللحمه الطازه. شوف الفرخه لما بقت ريحتها وحشه هنا، اول ما بقت كده شوف جم ازاي. الحيوانات دي كانت مستنيه الريحه تطلع، لازم الحاجه تبقى جيفه عشان يجوا عليها. يلا بينا نشوف دلوقتي ايه الصور اللي عندنا. دلوقتي كده بص يا باشا، هو جاب صورة بالليل، ايه اللي حصل؟ هو فعلا صور حاجة بالليل، بس انا مش شايف حاجة دلوقتي. استنى اشوف. بص فعلا كمان صور صورة، شايف ايه ده؟ ده ديب
والله العظيم صور الديب يا باشا، وجاي مش بالليل، ده الصبح الساعة 7 و36 دقيقة، الصبح 7 و36، وكمان الساعة 23 و21 صورنا صورة تانية. عندنا 89 صورة في المجمل. يا جماعة في حاجة باينة هنا؟ أكيد هو بيلف حوالين هنا، وهو على ما أظن بيحس بصوت الماكينة. اهو بص هناك باين شويه، بص والله العظيم ده ديب، بص شايفينه؟ والله العظيم ده ديب. شوفوا ازاي اتلقط يا جماعه، دلوقتي بياكل العظم اللي باقي هناك. الساعه كانت 23:14، يعني الساعه كانت 11 وربع بالليل، وتصور بكاميرا رصد الحيوانات. ده ديب يا باشا، شكله ديب مش كده؟ ده ديب ولا ديبع؟ لا مش ديبع، ديب. ضلع تخين قوي مش طويل، الحيوان كبير وضخم، ده ديب يا باشا، والله العظيم ده ديب. في صورة أوضح ليه؟ ،80 أهو، وهو في النص هنا، ده نفس الحيوان. مش هقول إنه ثعلب، لأنه ديل الثعلب بيكون طويل، والثعلب نفسه صغير، ولو قلت إنه بنقاوة برضه بنقاوة صغير، ده ما شاء الله حيوان كبير قوي. ده ذئب يا أخي، شايف راسه ودانه وجسمه، شايف قرده وكل حاجة، ده ذئب. هو بياكل اللحمة اللي سبناها هناك. ودي الساعة 22:40 بص رفع راسه، ده ذئب يا أخي، 100% ذئب. بس هنا دلوقتي مفيش لحمة، يا ترى أكل اللحمة دي قبل كده؟ اللحمة بتاعتنا راحت فين؟ ثانية واحدة. أهو بص هنا كمان في صورة ليه، ده إيه مش باين بالليل بس كان ماشي هناك. بص هنا في النص بالظبط، بس أنا مش شايف لحمة دلوقتي يعني. بص شايف ديله يا باشا؟ شوف سمك الديل، بص ده ذئب السهول الحقيقي. بص الديل طويل، بص هناك مشي لوحده بعيد. صورة تانية هنا في النص اتلقطت، ايه ده؟ مين ده؟ ايه ده يا عم؟ دي الصورة، استنى كده، ده كلب، استنى نشوف لو في صورة اوضح. ايه الحيوان الابيض ده؟ كلب، في كلب كانجل جه وكلب ابيض جه كمان، بص الحاجات اللي سبناها، جه كلب كانجل وكلها يا جماعه شايفين؟ بص كلب كانجل واحد، او في الصور الكامله دول اتصوروا اصلا. وكمان هنا في كلب ابيض، ده كمان شبه بيتبول صغير ولا شبه حاجه تانية مش فاهم ايه اللي جايب الكلاب دي في الغابه. بص دول جم كلهم. يبقى كده الكنجال والكلب الصغير ده هما اللي اكلوا كل اللحمه يا باشا. بص كده اللي هنا ليه مش باينين، سودا خالص. 6 و19 6 و12، يعني دي غالبا الساعات اللي الذئب جه فيها. كاميرا التتبع ما شغلتش الرؤيه الليليه يا جماعه. بالليل بص هنا كمان في كلب جه، تعال ده كمان كلب مختلف. بص هنا كمان في كلب مختلف جه، انواع كلاب كتير جت، الذئب جه، وبعد كده احنا مش قادرين نشوف الحاجات السوداء اللي ظهرت، الكاميرا هناك ما فتحتش الرؤيه الليليه، مش فاهم ليه يا باشا. دلوقتي في الصور اللي اتصورت في الاخر قدرنا نصور الذئب يا باشا. والله العظيم انا مبسوط جدا، زي ما انتوا عارفين بقالي كام يوم متحمس، ولسه بادئين في الموضوع ده، ازاي نتتبع الاثر، ازاي نمسك حيوان بري وكده. يعني الحمد لله وصلت للي كنت عايزه في وقت قصير. انا في الاول كنت عايز اعرف هنا ايه الحيوان اللي موجود، الحيوان اللي في الصور بالظبط. دلوقتي الشاشه صغيره قوي مش شايف كويس، لازم اشوفها على الكمبيوتر. يا اما ده ذئب يا اما ده ابن قوه، واحد من الاثنين، بس انا شايفه ذئب. ابن قوه بيكون اصغر، ابن قوه صغير يا جماعه، بيكون صغير. ده حيوان ضخم وجسمه عريض، يعني انا شايفه ذئب. هسال الذكاء الاصطناعي كمان. اكيد لو شفنا الصور على الكمبيوتر هنفهم اكتر. يعني انا فعلا مبسوط جدا، زي ما قلت في الاخر قدرنا نحقق اللي كنا عايزينه. اول حاجه عرفنا كان في اي حيوان هنا يا اخي، يعني الكلاب بتجي والذئب بيجي وكمان ابن قوه بيجي.
ايه ده يا عم؟ هيكتور بابا اندفع. هيكتور تعالى تعالى يا ابني. يا ابني دول نسر ولا ايه؟ يا ترى في جيفة هناك برضو؟ هيكتور تعالى يا بطل، تعالى يا باشا. المهم ان هيكتور هنا، يعني احنا في امان يا جماعة، مفيش مشكلة. دلوقتي عرفنا الحيوان اللي هناك. يعني يا جماعة السلسلة الجاية ان شاء الله هتبقى هنا بالليل، هنيجي بالليل. بس قبل ما نيجي بالليل لازم نسيب جيفة تاني. هنحط جيفة علشان نجذب الحيوانات، فاهم؟ وبعد كده هنيجي بالليل ونحاول نمسكهم. لو ربنا أراد ايه اللي هيحصل؟ أنا فعلا متشوق أعرف. طبعا الحيوان اللي شايفينه ده عادة بيمشي في قطيع. هنا واحد منهم جه لوحده والباقيين مش موجودين، مش فاهم ليه. المفروض يكونوا معاه ولا يمكن يتصوروا في أوقات مختلفة. الصور دلوقتي مش كلها واضحه، الكاميرا دي بتصور صغير قوي، بتبين حاجات بسيطه بس، فاهمين؟ مش باين كويس بس يعني. دلوقتي لازم نبتدي نجهز نفسنا لليل واحده واحده. الليل فاهمين؟ نعمل ايه؟ نتصرف ازاي؟ هفكر كويس دلوقتي ونجيب الكلاب القويه. دلوقتي هنغير مكان كاميرا المراقبه، وبعد كده هنعمل مكان جديد ليها. لازم كمان الاقي مكان جوه الغابه وفي حته كثيفه واعمله هناك. هيكتور بابا تعالى يا ابني نعدي من هنا. لازم نعملها هناك علشان اقدر الاقي الحيوانات على طول. لو سبت الكلاب في الغابة بالليل هيكون صعب نمسكهم. خصوصا دلوقتي هتتابع الساعات اللي بيجي فيها، هتتابع من الكمبيوتر واشوف امتى بيكون في حركة اكتر ونعرف امتى لازم نيجي. فهمتوا؟ لازم نحدد كويس امتى نيجي. زي ما شفتوا الديب ده عادة بيجي بالليل وكمان الصبح حوالي 5 أو 6. دايما بيفضل الساعات دي. يعني استنى يا هيكتور، انت تاني بتجري لوحدك؟ هيكتور شايف الولد ده هيجيب لنا مصيبة. تعالى نمسكه يا باشا. هرب تاني. هيكتور تعالى. يا ساتر. هيكتور تعال يا ابني، تعال يا ابني، تعال يا ابني، تعال هنا. هتجيب لنا مصيبة يعني؟ تعال هنا، ما تجننيش يا باشا. والله هرب هيكتور. هو شاف ايه يا عم؟ شاف حاجة؟ تعالى يا ابني، تعالى يا ابني، تعال. مفيش حاجة، مفيش. لو في حاجة تيجي والله هينكد عليها على طول. اني جبت هيكتور ده حطني في ورطة كبيرة، ولا حتى بيسمع الكلام يا باشا. هيكتور تعال. هيكتور بص يا باشا، في منطقة سكنية قريبة، لو راح هناك ممكن يقابل كلاب تانية ويعمل لنفسه مشكلة. دلوقتي يا جماعة احنا خدنا اللي احنا عايزينه. انا هبدأ اروح على المزرعة واحدة واحدة. كان في هنا لحمة سايبها ومستنيها، اللي خليتها زي الجيفة هظبط لهم مكان وحطهم فيه. وبعدين هنرجع ننصب الفخ بتاعنا، ويوم يومين مش هاجي خالص، هنستنى. بعد كده ان شاء الله هنبص على الصور ونرجع تاني الصبح او بالليل. لو عندكم نصايح او اقتراحات اكتبوها في التعليقات، انا بقراهم كلهم وباخدهم في الاعتبار وهقيمهم. وبمناسبة اليوم الجميل ده ما تحرموناش من دعمكم. اعملوا لايك للفيديو يا جماعة. يلا انا بحبكم جدا، خليكم كويسين وما تنسوش تشتركوا في القناة.